مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض صينية مسقعة بطريقة مختلفة وبسيطة جدا، ومش هتاخد منك وقت خالص، وحاجة اقتصادية جدا. تعال نشوف هنعملها ازاي. هنا انا خرطت البتنجان والبطاطس ونقعتهم في مية، ورشيت عليهم ملح، وسبتهم حوالي نص ساعة. هقلب الملح كويس فيهم، وبعد كده هسيبهم يتنقعوا نص ساعة، وبعدين اقولك هنعمل فيهم ايه تاني. هنا حطيتهم على المناديل بالشكل ده، وهنشفهم كويس قوي كده. بس هنشفهم وتعالي نشوف هنعمل ايه تاني. بعد كده انا هقلي البطاطس الاول، هحطها بالشكل ده، والزيت هنا كان سخن معايا، وانا مش هحمر البطاطس، لا هخليها نص سوا. مش عايزاها تبقى ناشفة معايا. والبطاطساية مقطعاها سميكة، يعني متوسطة بالشكل ده كده، مش رفيعة، علشان ما تنشفش معايا. وهقلبها بالشكل ده. انا مش عايزاها تبقى حمرا قوي علشان ما تبقاش ناشفة. بس انا هنا هطلعها وهخلص كمية البطاطس كلها، وبعد كده هقلي البتنجان اهو، انزل بيه بالشكل ده. طبعا هنا الزيت سخن قوي، فانا موطيه النار علشان ما يتحرقش معايا. عايزه اقولك سهله وما خدتش وقت، وطعمها حلو قوي، وحاجه اقتصاديه جدا جدا. هنا خلاص او هقلب البتنجان الناحيه التانية، بس انا عايزه لونه بالشكل ده، مش عايزاه غامق معايا. بس هخلص كل الكميه كده، وهطلعها بالشكل ده كده على مناديل، طبعا زي البطاطس. بس هنا هخلص كل كمية البتنجان برضو، وبعد كده هنكمل هنشوف هنعمل ايه تاني. هنا معايا بصلة كبيرة او بصلتين متوسطين، ومعلقتين زيت، وهشوحهم بالشكل ده. يعني البصلة تدبل معايا بس مش اكتر، او بالشكل ده كده. وهنا كان معايا كوباية فول صويا، نقعتها بنص كوباية مية دافية، وبعد كده صفيتها من اي مية ممكن تكون فيها، ونزلت على البصلة بيها بالشكل ده، وهشوحها تشويح بسيط خالص. وهنزل بالتوابل: كزبرة ناشفة، بابريكا، فلفل اسود، والملح طبعا كنت حاطاه في البصل فمش هحط ملح تاني. التوابل كفاية بالشكل ده. ومعنا البتنجان والبطاطس محيقاهم طبعا، فهيبقى مظبوط معايا ان شاء الله الملح. وهنا نزلت بمعلقتين معجون صلصة، دي صلصة انا كنت مفرزاها، وهشوحها بالشكل ده. بس هنا جازت معايا بقى الخلطة بتاعتي، وبعد كده تعالى نشوف هنعمل ايه كمان. هنا هعمل البشاميل، معايا حوالي 4 معالق زيت، وهنزل بالدقيق كده 4 معالق برضو، وهقلبهم كويس قوي كده لحد ما الدقيق يتشرب في الزيت. انتي ممكن تعملي البشاميل بالسمنة او بالزبدة براحتك عادي، بس انا عملتها كلها بالزيت بس. وهنا هقلبها بالشكل ده، وبعد كده هنزل بالمية، يعني طريقة البشاميل العادية خالص. وهقلب كويس قوي فيها لحد ما كل التكتلات دي تروح مني، وتوصل معايا للقوام اللي انا محتاجاه بالشكل ده. وهنا حطيت ربع معلقة ملح بسيطة، وفلفل اسود،
وهقلبها بالشكل ده. وهو البشاميل استوى معايا كده. بصوا هو ده القوام اللي انا محتاجاه بس. وهنا هنحمر الثوم ومعلقه زيت علشان اعمل تسبيكة الصلصة للمسقعة. وهنزل بالكزبرة الناشفة واحمرها مع الثوم. بس كده. وبعد كده هنزل بالصلصة بتاعتي او بالشكل ده، وهسيبها لحد ما تتسبك. بس كده هنا الصلصة جهزت معايا. هنا جبت الصينية اللي هعمل فيها المسقعة، وحطيت كده في الأرضية البشاميل، وهرص أول طبقة بتنجان بالشكل ده، وبعد كده بطاطس، أو بالشكل ده كده. وبعد كده هرش حوالي معلقتين صلصة كبار بالشكل ده فوق البطاطس، أو بالشكل ده كده. وزيهم بشاميل. حابة تحطي صلصة بس ماشي، مفيش مشاكل برضو عادي خالص. بس وبعد كده هنزل بالخلطة اللي انا عملتها، الفول الصويا والبصل بالشكل ده، وهفردهم كويس قوي فوق البطاطس والبتنجان. وبعد كده هحط جبنة موتزاريلا دي صيامي. انتي ممكن تعمليها بجبنة موتزاريلا فطاري او جبنة شيدر عادي جدا، هتبقى حلوة برضو قوي. وهنا هنزل بمعلقة صلصة ومعلقة بشاميل، او بالشكل ده. وبعد كده هرص الطبقة اللي فوق الفول الصويا بطاطس بالشكل ده، وبعد كده طبقة البتنجان. عايزه اقولك البطاطس والبتنجان مش هربوش معايا زيت خالص، لان هتطلعيهم على المناديل المطبخ مش هتشرب معاكي زيت. وهرش طبقة صلصة سهلة وحلوة جدا جدا، وتغيير عن المسقعة التقليدية اللي بنعملها، وبجد روعة. وبعد كده هنزل بباقي كمية البشاميل كلها بالشكل ده. وبعد كده هرش على الوش الجبنة الموتزاريلا بالشكل ده. وبعد كده هدخلها على درجة حرارة 180 على الأرضية على طول في الفرن. وبعد كده هتاخد حوالي ربع ساعة، وبعد كده هطلعها تحت الشواية، هتاخد لون محمر حلو قوي. وبعد كده هطلعها، هي ما هتاخدش وقت خالص معاكي. هنا جهزت معايا، وبص لونها تحفة تحفة، وطعمها بجد كانت روعة، وحاجة اقتصادية وسهلة وبسيطة جدا. بجد جربيها هتعجبك جدا. ولو عجبك الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. مع ألف سلامة.